ما شاء الله، شايفين شكل الزلابيه عامل ازاي؟ زي محلات الحلويات بالظبط واحسن كمان، شايفين؟ لأول مرة النهارده على اليوتيوب هنعمل الزلابيه او لقمة القاضي في الخلاط بطريقة سهلة وسريعة، في نفس الوقت ما تاخدش مننا عجن كتير ولا وقت كتير، والنتيجة نتيجة مضمونة 10 على 10. عشان نعمل لقمة القاضي هنحتاج معانا 3 كوبايات من الدقيق، معاهم 3 معالق كبار من النشا، معاهم معلقة كبيرة من بيكنج باودر، معاهم معلقتين من السكر كبار ورشة ملح ومعلقة خميرة كبيرة و3 معالق من الزيت وكوباية وتلات ارباع من المية الدافية، تكون دافية بحيث ان العجينة بتاعتي تخمر معايا بسرعة. واول حاجة هنعملها معانا 3 معالق من النشا، هننزل بيهم كده على 3 كوبايات من الدقيق، وبعد كده هننزل بمعلقة من بيكنج باودر، وبعد كده برضك هننزل برشة الملح. هنقلب ده كله مع بعضه كويس. وهنا طبعا بعد ما جهزنا الخلاط بتاعنا هنبدأ ننزل بالمية الدافية بتاعتنا اللي هي كوباية وتلات ارباع. لما نزلنا بالمية الدافية بتاعتنا هننزل بالسكر، بعد كده هننزل بمعلقة خميرة. وأول خطوة هنعملها معانا دلوقتي هندوب ده كله مع بعضه كويس. وبعد ما دوبنا ده كله مع بعض كويس هننزل بمعلقة من الفانيليا ونديها ضربة سريعة مع بعض. وطبعا دلوقتي هنبدأ ننزل بالدقيق والنشا بتاعنا، ننزل بالكمية كلها على مرتين. كده نص الكمية، هنبدأ نضرب ضربة سريعة. ودلوقتي طبعا هنبدأ ننزل ببقية الكمية كلها. وهنا طبعا بعد ما اتضربت كويس هبدأ أبص عليها كده. هنبدأ ننزل بآخر مكون معانا وهو الزيت، ودول 3 معالق من الزيت كبار. وطبعا هنا هبدأ أنزل بالعجينة في البولة. شايفين قوام العجينة؟ وهنا طبعا هبدأ آخد العجينة بتاعتي أغطي عليها كويس وأسيبها تخمر لمدة ساعتين. وهنا طبعا عشان نعمل الشربات بتاع الزلابية، الشربات التقيل اللي يطلع معانا مظبوط وفي نفس الوقت ما يطرلش معانا الزلابية، ما يخليهاش طرية من جوه، هنحتاج معانا كوباية ونص من المية، فيهم 3 كوبايات من السكر. هنبدأ ندوب ده كده كله كويس. وهنا طبعا بعد ما بدأ يغلي معايا كده انزل عليه بعصير الليمون، عصير ليمونة كبيرة. ابدأ ادوب ده كله مع بعضه كويس كده. وهنا طبعا بعد ما غلى معايا 10 دقايق كاملين هبدأ اخده كده على بوله وافضيه. هبدأ انزل بيه كده. طبعا دلوقتي بعد ما فضيت الشربات بتاعي هسيبه لمدة ساعة ونص. وهنا العجينة بتاعت الزلابية بقت جاهزة معايا على الشغل على طول. وده برضو شكل الشربات بتاعي بعد ما تقل، نفس قوام العسل الابيض. هنا هحتاج معايا حاجة واحدة بس اللي هي الزيت ومعلقة انزل بها في الزيت، واحط طبق زي ده كده فيه زيت. وانا اخترت المعلقة دي عشان تطلع لي نفس شكل الزلابية. طبعا انتوا عارفين المعالق المعيارية اللي هي بتيجي مع الكوبايات بتاعت الدقيق. المعلقة بتاعتي كده في الزيت، وابدا اخدها على العجين، واحاول بمعلقة تانية كده او بايدي احاول انا املاها، واحاول بمعلقة تانية كده ان انا املاها وانزل في الزيت. واكرر الموضوع من الزيت للعجينة ومن العجينة للزيت السخن. طبعا افضل اقلب في الزلابيه كده بحيث كلها تطلع لون واحد وفي نفس الوقت تقرمش معايا.
واحاول في نهايه السوا بتاعت الزلابيه اهدي النار عليها واسيبها تستوي كويس عشان تستوي من جوه كويس، وفي نفس الوقت من بره تقرمش معايا. هنا طبعا بعد ما نزلت كل الكميه في الشربات هبدا انزلها في الشربات كده كلها. شكل الزلابيه عامل ازاي؟ حاجه تحفه كده يعني. في بوله عندنا كده هننزل بكميه الزلابيه اللي عملناها زي ما انتم شايفين كده. ده كان شكل الزلابيه بتاعي.